بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا هنبتدي سلسلة جديدة تحت عنوان سر قوة فلان. يعني هناخد شخصيات من الكتاب المقدس ونتكلم على كل واحد ايه سر قوة شخصيته. هنبتدي النهاردة بشخصية موسى. وشخصية موسى مفيش حد يختلف انه راجل قوي. ليه؟ لانه الحقيقة شال وقاد شعب غليظ الرقبة، ملايين من الناس عبر بيهم وقعد معهم 40 سنة توهان في سينا. قصة كبيرة قوي. تعالوا بقى نخش في الموضوع ونتعلم ايه سر قوة موسى. سر قوة موسى في الآية اللي اتكررت كتير قوي في سفر الخروج اللي بتقول وكلم الرب موسى. من أكتر الآيات المتكررة وكلم الرب موسى. الحقيقة موسى سر قوته إن كان بيستمد قوته من الكلام مع ربنا. بيصلي، ما يقدرش يعمل أي حاجة من غير ما يسأل ربنا. يعني في مرة كان في راجل جمع حطب يوم السبت، فحطه في الحفظ لغاية لما يسأل ربنا نعمل فيه ايه. وفي مرة تانية 3 اخوات وقرايب اسمهم قرح ودثان وابيرام قرروا ان هم يرفعوا بخور غريبة قدام ربنا. فزعل موسى قوي بس ما خدش قرار، راح سأل ربنا وقال له اعمل معاهم ايه. وبعدين انتوا عارفين بقية القصة ان ربنا قال لهم يعني خدوا المجامر وقدموا بخور. وكانت النتيجة صعبة قوي ان الارض انشقت وبلعتهم. الحقيقة كان مستمع جيد جدا، ودوت يعلمنا ان هو ما كانش قوي بذاته، هو كان قوي بربنا اللي بيتكلم معاه. علشان كده انا وانت محتاجين ناخد من موسى حتة نتعلمها. ايه اللي نتعلمه؟ ان احنا ما نتكلمش في اي موضوع قبل ما نسأل ربنا. خد وقت صلي فيه، خد وقت حط الموضوع تحت ربنا وقول له انا فقير واعمى يا ربي وما اعرفش اتصرف في حياتي من غيرك. طيب انا اتزنقت قوي زي اباء كهنة كتير قوي يتسألوا اسئلة مباغتة. ارشم الصليب على قلبك من غير ما حد يلاحظ وقول له يا رب تكلم يا رب، لان انا مش عارف اعمل ايه من غيرك انت. يبقى النهاردة اخدنا تدريب بسيط ان احنا نتكلم مع ربنا وما نعملش حاجة قبل ما نسأله زي ما كان بيعمل موسى بالظبط. يا رب ادينا بشفاعته قوته، لك القوة والمجد الآن وكل أوان. أمين. صباح الخير.